لو قلت لك ان كل اللي انت فيه دلوقتي نجاحك وفشلك وسعادتك كله بسبب تفكيرك، هتصدقني؟ فاكر قصة بني اسرائيل لما ربنا انقذهم من فرعون؟ كل المعجزات اللي شافوها لما دخلوا على قوم بيعبدوا الاصنام، قالوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طب ليه قالوا كده؟ لأن عقلهم كان لسه متعلق بالعبودية، أو تفكيرهم كان لسه أسير الماضي، وده اللي خلى تصرفاتهم متناقضة مع النعم اللي عندهم. بمعنى تاني إن تفكيرك هو اللي بيشكل واقعك، ولو دماغك لسه مليانة سلبية فأنت مش هتلاقي أي فرص قدامك، ولو مليانة إبداع وأمل فأنت هتلاقي الحلول موجودة في أي مكان. ربنا قالها واضحة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني من الآخر لو غيرت طريقة تفكيرك حياتك كلها تتغير. فابدأ النهاردة وغير تفكيرك. ولو عاوز تفهم أكتر عن قوة التفكير وتأثيره في حياتك، أنا لخصت كتاب بالكامل في فيديو على اليوتيوب، هتلاقي اللينك بتاعه في البايو أو تحت في الكومنتس. اسمعه وهتشوف بنفسك قد إيه تفكيرك ممكن يغير حياتك. وما تنساش تعمل فولو في طريقك.